السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. ده فيديو تكملة للفيديو اللي قبله، اللي هو غسيل القمح. غسيل القمح ده تكملته، لان احنا طبعا هنروح نطحنها. بس هو الفيديو بادئ بفراخ واكل وكده، بس عشان كنت بعمل الاكل. قبل ما نروح المكنه طبعا كنا فطرنا وخلصنا، يعني خلصنا حاجتنا في البيت، وقلنا هنروح نطحن في المكن اللي هتشوفوه معايا في الفيديو دلوقتي. وكنت جايبه فرختين، قلت بقى اعملهم. ولادي قالوا لي بلاش، احنا عايزين شاورما. المهم خليت صدر فرخه كده، وقمت حيشاه وسبت الهيكل بتاعها، وخليت الصدر زي ما انتم شايفينه كده، وعند يعني وسبتها زي ما هي سليمه، يعني مع الجزء التاني. المهم اشتلت اللحم من على العظم وعنته بعيد، وغسلت دول وطبختهم علشان غدا النهارده. وبعد كده رحت جايه عاينه ديت، واللي عندي يعني اليوم اللي هعمل فيها الشاورما. انا ما كنت صورت الشاورما دي ولا حاجه، بس يعني انا بقول لكم انا بعمل دلوقتي. المهم وقمت جايه حطاهم الفرختين في محلول نقع. اولا هي انا كنت حطاهم قبل ما اشتغلها من ما اخلي الصدر يعني. ورحت جايه واخده البطاطين بتاعتنا، ورحت عند سلفتي احطهم في البانيو عشان اغسلهم. يعني روتين يوم عادي، بس من ضمنه ان احنا بخلص شغل وكده، واقوم جايه رايحه فين المكنه علشان نطحن القمح اللي احنا غسلناه. وكانت بطاطنا برضو زي ما شفتوا كده ما اتغسلتش، فاحنا طبعا عدنا داخلين على الشتاء، وكانت وسخه من الشتاء اللي فات، فطبعا مش هنتغطى بها تاني كده. المهم حطيتهم، مليت البانيو وحطيت فيه المسحوق واريال. مسحوق واريال، ما هو هواي الذكاء ده. المسحوق والكلور بقى، ان كان الوان ابيض زي ما انت عايز حط. المهم انا حطيت كلور ابيض وكلور الوان والمسحوق بتاعنا، وقمت جايه حاطه البطاطين وهرساها هرسه حلوه كده. وهنا بقى جبنا حله وحطيناها على النار، وزي ما انتم شايفين كده اهو. دي الفرخه حطينا الوراك والهيكل معاها سليم زي ما هو كده. وقمنا جايين بقى نازلين عليهم بالبصل والطماطم والبهارات. هتشوفوها معايا كله في الفيديو دلوقتي، بس خليكم متابعين كده وصلوا على النبي. يعني ما تنسوش تصلوا على النبي زي ما بنقول كده كل مره. وحطينا البصل والطماطم، وحطينا بقى بهارات فلفل وورق لورا وحبهان، وكان حته نص عود قرفه كده، والملح. وغطيت عليهم وسبتهم مع نفسهم يتشوحوا، لان انا ما بحبش لا الفراخ او بمعنى اصح احنا بنقول عليه الزفر يتسلق. احنا بنشوح لا الزفر ولا اللحمه. المهم بنشوحهم وننزل عليهم الميه. هنا بقى كنا ركبنا التوك توك ورحنا فين؟ رحنا المكنه بتاعه الطحين، اللي هي هنطحن القمح فيه. رحنا، كان التوك توك بتاع اخو سلفتي، انا اسف، اخو سلفتي سبقنا وودلنا القمح او الغله، واحنا ركبنا توك توك ومشينا وراه. وبالمناسبه دي سلفتي ام محمد اللي هي ماشيه قدامي دي. زي ما قلت لكم احنا متعودين، يعني احنا مع بعض وكل واحد في عيشه، بس بنجيب الدقيق سوا ونعمل كل حاجه سوا، يعني حاطين كل حاجه سوا. هنا بقى الدقيق دي احنا زي ما شفتوا فضينا القمح في المكنه. دي كانت العلامه دي علامه الاولى، يعني الفلاحين اللي زينا عارفين دي زي الفينو كده بالظبط. وهنا بقى شكل المكنه، يعني انا بحاول اصورها لكم، مش عارفه هي باينه ولا لا. وكان هنا الرده في اول مراحل الطحين، اللي هي بقى طبعا بتبقى بتدش كده زي ما تكون قشره. وبعد كده بقى يعني هي مش بتعدي، هي المكنه هي اللي بتعملها. كان زمان كده في مكنه بتعملها كم مرحله، كنا بنشتغل من هنا ونحط هنا. معرفش بقى حد فاكرها او حد شافها ولا لا. انما دي دلوقتي المكن الحديث طبعا ما فيش ما عادش زي بتاع زمان. او شوف الرد عامله زي القشره ازاي.
زي ما قلت لكم احنا غسلناها علشان نطلع منها كل الشوائب وكل السموم اللي عليها من رش وتراب وحاجات من دي، عشان تبقى نظيفة ويبقى شكلها يعني حلو، وكمان ما تأثرش على الطعم. دي المكنة بقى الحديثة، يعني انا حاولت اصورها لكم بقدر الامكان على قد ما عرفت، لان كان في ناس في المكنة بصراحة وانا كنت مكسوفة منهم. آه، المهم ده كان الراجل طبعا اللي بيطحن لنا واقف برضو بيتابع المكنة علشان يشوف هو عارف بيبقى كام درجة، لان بيبقى 3 درجات دقيق. واحنا هنا كنا بقى خلصنا، او زي ما قلت لكم كده دي الردة. بيبقى 3 درجات دقيق، الاولى والتانية والتالتة، وبعد كده حاجة اسمها سن ويقوم مخلص، والردة اللي انت شفتوها دي. وكنا هنا حطيناهم في توك توك وخدناهم وروحنا بيتنا. وكانت ام محمد سلفتي بتشتغل من التوك توك وتحدف وتناولني، وانا آه اخد واحط جنبها عما نلاقي حد من العيال يشتغل معانا، لحسن بجد احنا هبطنا يعني، ما هو خلاص احنا جبنا اخرنا. المهم كنت لسه طبعا هطلع اكمل اكلي، هتشوفوا معايا في الفيديو دلوقتي يعني. كل واحدة بقى تشتغلها شكارة كده في ايدها وهي طالعة، علشان يعني نسعف ونخلص ندخلهم جوه من الطريق، لان ما ينفعش نسيبهم كده عما حد يجي يشتغلهم لنا، لان احنا مش هنلاقي حد الا بنتي سلفتي على نزلتها قالت يا ريتني ما كنت نزلت، بنت سلفي يعني. المهم اشتغلت برضو معانا شكرتين الله يصلح حالها، وانا طلعت بقى كملت اكلي. كنت سالقه اللوبيا مع الفراخ يعني، وانا بعمل الفراخ وحطيتها على جنب. طلعت بقى قليت او عملت لها صلصه، وقمت جايه بحط لها طبعا ملح وفلفل وكمون وكزبره وبظبط ملحها، وقمت جايه منزله فيها اللوبيا، علشان طبعا كان عليا برضو الدور عند حماتي، لان طبعا هي ملهاش ذنب ان انا اتاخر ولا كده، بس بصراحه يوم انا اتاخرت وغسلت رز وطبخته علشان الحق اوصل يعني انزل بسرعه يعني. وكنت يومها برضو من ضمن الروتين كنت سلقه ليمون، كان اللي هو كان يوم ما كنت عامله الجاتو الشاتو. المهم فضل كام يوم ان انا اغير عليه يعني الميه، اصفي ميه واحط ميه تانية، هو ده بنسميه غيار. بغير عليه الميه علشان المرار اللي فيه ما يبقاش ما يفضلش فيه يعني. وقمت جايه عامله له ملح محلول، يعني ميه بملح، ما كانش عندي شطه ناعمه. المهم عملت له ميه بملح وحوالي معلقه سكر كبيره كده، ورحت مدوباهم ورحت نازله فيهم، رحت نازله بالليمون في الميه دي. وكان عندي برضو قرنين شطة، رحت يعني هو مش كتير، هم دول اللي كانوا عندي، رحت جايه غسلاهم ورحت نازله على الليمون بهم. قلت برضو هيدوا طعم، وبرضو لما يبقوا مخللين بيبقوا حلوين في الاكل يعني، بيبقوا مشطشطين كده وبيبقوا جمال. المهم ورحت مغطيه عليه وركناه على جنب، قلت له خليك في كوزك لما نعوزك، يعني خليك على جنب بقى اما نحتاجك نلاقيك. تمام. المهم كان الرز زي ما قلت لكم انا كنت غسلته، وقمت جايبه معلقه زبده كده وخليتها فكت، وقمت جايه نزل عليها الميه، عند الميه ما غلت اقوم نازله عليها بالرز. يعني بيسهل، اولا بيسرع عمليه الطبخ، وثانيا بيبقى طعمه حلو. وهنا بقى بعد ما خلصنا ونزلت عند حماتي، فبوريكم الاكل علشان لان كل مره بنسى ان انا يعني اصور نهايه الاكل. المهم يعني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتذكروا الله وتصلوا على النبي.